واحد سألني وبيقول نفسي أشوف الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام، أعمل إيه؟ اسمع مني القصة دي وانت هتعرف هتعمل إيه بالظبط. كلنا نسمع عن العالم الجليل أحمد بن حنبل. هذا العالم كان مشهور جدا في زمنه في كل بلاد المسلمين، وفي يوم اشتاق الإمام أحمد لزيارة المسجد النبوي وإنه يصلي في الروضة ركعتين، فسافر لوحده ووصل المدينة ودخل المسجد النبوي. بعد مشوار طويل ومتعب صلى في المسجد صلاة العشاء، وقعد جنب قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وسند دماغه ونام من التعب. ومن عادة عمال النظافة في المسجد النبوي ان هم لازم يمشوا الناس بعد صلاة العشاء، فقربوا من الإمام أحمد وصحوه وقالوا له قوم يلا امشي. وهم عارفين كويس الإمام أحمد وشهرته، لكن ما يعرفوش شكله ايه، عشان كده ما عرفوش ان هو ده الإمام الجليل. فقال لهم أنا راجل غريب، ماليش حد في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، سيبوني اسمحوا لي ان انا اقعد هنا لحد ما اصلي صلاة الفجر وبعدها همشي على طول. لكنهم رفضوا، لان ده كان ضد تعليمات المسجد النبوي، وحاولوا معاه ان هم يخرجوه وهو قاعد يلح عليهم ويقول لهم خلوني، لدرجة ان هم جرجروا الامام احمد بن حنبل من رجله عشان يخرجوه بره المسجد النبوي. انتوا متخيلين؟ خبر ابيض، الامام احمد بن حنبل يحصل معاه كده وما قالش لاي حد انا مين عشان يسيبوه. هو لو قال لهم بس انا مين، لو عرفوا هو مين كانوا هيبوسوا ايده ورجله، لكن شوفوا التواضع، ومع ذلك ما عملش كده. المهم لقى راجل على قد حاله شافه، والراجل ده صعب عليه الامام. الراجل ده كان بيشتغل خباز. ساعتها قال للامام تعالى اقعد عندي لحد الفجر، وبعدين اتوكل على الله وامشي. وفعلا الامام راح معاه بيته، فلاحظ على الخباز سلوك غريب قوي. لقاه طول الليل يعجن العجين ويحط الرغيف في الفرن يقول استغفر الله، وبعد ما يطلع الرغيف من النار من الفرن يقول استغفر الله. وفضل على الحال ده طول الليل، يحط الرغيف يستغفر ربنا، يطلع الرغيف برضه يستغفر ربنا. ساعتها الإمام استغرب وحب يعرف ايه حكاية الراجل ده، معقول هو ما يعرفش غير كلمة استغفر الله؟ الأذكار كتير. فسأله قال له انت قاعد تقول طول الليل استغفر الله استغفر الله، ليه ملازم الذكر ده بالذات؟ رد الراجل الخباز وقال له انا عشتي كانت ضيقة وظروفي كانت صعبة جدا، وفي مرة سمعت خطبة لشيخ بيتكلم فيها عن فضل الاستغفار، وقرأ الآية الكريمة اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. بيقولوا من يومها وأنا بردد استغفر الله في كل لحظة وفي كل وقت. بيقولوا سبحان الله، من يومها مفيش أي حاجة تمنيتها إلا وربنا حققها لي، إلا أمنية واحدة بس لسه ما اتحققتش لحد دلوقتي، بس أنا متأكد إن ربنا هيحققها لي في يوم من الأيام. أمنيتي نفسي أشوف الإمام أحمد بن حنبل. ساعتها الإمام ابتسم وقال له يا أخي، من أجل أن يحقق الله لك أمنيتك جئت إليك جرجرة. جرجرة، ربنا خلاهم يجرجروني من المسجد عشان يحقق لك أمنيتك وتشوفني. وانت كمان يلي عايز تشوف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في المنام، داوم على الاستغفار وربنا هيحقق لك أمنيتك. ومش بس كده، أي حد عنده أمنية عنده حلم نفسه يحققه صدقوني ربنا هيجرجر لكم أمانيكم وأحلامكم لحد عندكم. اوعى تفتكر ان ربنا نسيك، بالعكس ربنا هيجيبها لك احسن مما كنت بتتخيل. ربنا بيحب عبده اللحوح، خليك زي العيل الصغير اللي بيستعطف ابوه وامه لما يكون عايز حاجه، وتاكد ان من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. دايما استغفر وادعي لربنا بكل اللي انت عايزه، وخليك متاكد ان ربنا قريب جدا هيكرمك بكل اللي انت بتتمناه.